صلاة الوضوء عندها فضل كبير، وفضلها أنها تؤهل صاحبها ليكون من أهل الجنة. نعم. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال: يا بلال ماذا تعمل؟ إني سمعت أن خشخشة قدميك سبقتني إلى الجنة. نعم. فقال: يا رسول الله والله ما أعمل كثيرا، وإنما أنا اعتدت أنني كلما انتقض علي الوضوء جددته وصليت ركعتين. نعم. فالعلماء في قضية الركعتين، هل الركعتان اللتان يصليهما سيدنا بلال بعد الوضوء هما المرادان بالعمل المؤهل للجنة أم الوضوء؟ نعم. أم كلاهما معا؟ فالذي يرجح عند كثير من العلماء هو أنه كليهما معا. نعم. يعني من جدد الوضوء وصلى ركعتين فهذا يؤهل إن شاء الله ليكون من أهل الجنة. نعم. قضية الأوقات النهي، الحديث الذي ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا بلال لم يشر إلى الوقت ولا إلى النهي، فكثير من العلماء قالوا هذه تلحق بالصلاة ذات السبب، فهو يصليها في أي وقت يتوضأ. نعم. والله أعلم. بارك الله فيك. بارك فيك.